السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمين فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نسمي الله. معانا هنا زي ما انتم شايفين بطاطس أنا غسلاها ومقشراها وشطفتها كويس قوي، غسلتها كويس قوي. هي صغيرة كده، والكبيرة أنا قطعتها حتت زي ما انتم شايفين كده. يعني كملت على الصغيرة بكبيرة، بس ايه، قطعتها عشان يبقى كلها تاخد سوا واحد، وقت واحد في السوا يعني. هنعمل النهارده مع بعض صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة، طبعًا كلنا عارفينها. تعالوا بقى شوفوها بطريقتي كده، يالّا بينا نبدأ. أنا كده حطيتها في حلة ومعاها شوية ملح، وولّعت عليها النار عشان تتسلق. شوية ملح صغيرين، يعني نُص معلقة ملح كده. وهاسيبها بقى تاخد معاكِ زي ما تاخد بقى، مش هاقول لِك تاخد تِلت ساعة ونُص ساعة وربع ساعة، على حسب ما البطاطس بتاعتِك تتسلق معاكِ وتستوي. أنا عايزاها مستوية على الآخر عشان لمّا نيجي نهرسها تتهرس بسرعة. معايا بقى هنا عقبال ما تتسلق أهي، لسه إحنا بنسلقها أهي لسه ما خلصتش. معايا طاسة فيها معلقة سمنة كبيرة. نعمل بقى العصاج بتاعنا، إحنا عملناه في القناة كتير. معايا هنا بصلة كبيرة مفرومة، هنحطها كده في النار نشوحها. هاحطها كده تتحمر، هنشوحها مع بعض كده على النار. عايزاها تدبل بس مش أكتر، يعني مش هنحمرها طبعًا، هتدبل بس. ما تنسوش بقى ذكر الله يا جماعة، والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والحوقلة، والدعاء للثانوية العامة ربنا معاهم يا رب. نزّلت بقى كده اللحمة المفرومة بتاعتي، نشوحها كده في قلب بعضها. يعني بافضل أقلّب فيها كده لغاية أمّا اللون بتاعها يتغيّر. معايا بقى هنا البهارات، معايا كل البهارات اللي عندي. أنتِ مش حابة طعم البهارات ما تحطيش غير الملح والفلفل وال7 بهارات لو حابة. أنا حطيت قالب ماجي، مكعب ماجي يعني، توم باودر، بصل باودر، كركم، بابريكا، شطة، كمون، فلفل أسمر، كل اللي موجود عندي حطيته. تمام. أنا كده خلّصت العصاج، أنا البطاطس كده خلصت معايا وشطفتها. هاهرسها بقى كده وحاطة مكعب زبدة أو معلقة سمنة فلاحي يعني، ما عندكيش ده ولا ده حطي شوية زيت عادي. هاهرسها بقى كده خالص. عايزاها بيوريه خالص كده. هنفصل عشان الأذان. ورجعنا تاني بقى. زي ما قلنا كده احنا ممكن نعملها بالزيت، مش لازم زبدة أو سمنة فلاحي. بس أنا شايفة إن السمنة العادية هتخلّيها يعني إيه مدهنِنة كده، مش هتبقى حلوة فيها. لكن الزيت حلو، أنا جربتها بالزيت قبل كده كانت تحفة مش وحشة. هنحط بقى ملح. إحنا مش هنكتر الملح لإن إحنا وإحنا بنسلق حاطين ملح برضه، لازم نعمل حسابنا على كده. وبعدين البهارات بقى هتحطي برضه على حسب ما أنتِ عايزة، في ناس ما بتحبش البهارات كتير. يعني كل واحد على حسب ذوقه. ممكن تحطي ملح وفلفل وتستكفي، ممكن تحطي معاهم 7 بهارات وتستكفي. ممكن تحطي بقى لو أنتِ حابة البهارات، يعني أنا وولادي بنحب فيها البهارات جدًا يعني. وأنا حطيت برضه نفس البهارات اللي حطيتها في اللحمة حطيتها معاها. بابريكا وشطة، وشطة اختياري طبعًا، وملح وبصل باودر وتوم باودر وفلفل أسمر و7 بهارات، كركم. كل اللي عندي أنا باحبه حطيته فيها، بيدّيها طعم خرافي والله. أنا مش مع الناس اللي بتقول إن البهارات الكتير بتضيّع طعم الأكل خالص، خالص. بالعكس بتدّي طعم ونكهة للأكل حلوة جدًا، سواء لحمة أو فراخ، أو أي نوع أكل أنتِ بتعمليه. أنا باحط بهارات كتير في كل أكلي. الأكل بيطلع تحفة والكل بيحلف بيه الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم بارك يعني. هاقلّب بقى كل ده في قلب بعضه كده. وهاحط بقى كده معلقتين زيت، حوالي ربع كوباية زيت برضه.
وممكن تعملي بزيت بس زي ما إحنا اتفقنا من غير زبدة ولا سمنة فلاحي، أنا بس باحطها عشان تدّيها طعم كويس. أنا كده قلّبتها كويس أوي، اللون الأصفر ده طبعًا من البهارات والزبدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادهن بقى البايركس بتاعي أو صينية، أي صينية عندِك مدوّرة، مربعة، مستطيلة، بايركس، تيفال، ألمونيوم، أي حاجة هتعملي فيها. دهنتها كده بنقطة زيت. أنا اختياري برضه بارُش رشة بقسماط مطحون. أنتِ مش عايزة تحطيها ادهني زيت وحطي البطاطس بتاعتِك على طول، أنا باحبها. بتدّي طعم حلو أوي على فكرة. هاحط بقى البطاطس، هاحط نُصّها كده وافرديها بقى كده سويها في قلب الصينية بتاعتِك. أهو أنا سويتها كده. هاحط بقى العصاج بتاعي، حطي حبة حبة كده وساوي. أنا عاملة حروف في الصينية من فوق، من الجناب كده، عاملة حروف علشان اللحمة ما تطلعش برّه. كده حطيت بقى نُص البطاطس التانية فوقها وغطيتها، وحطيت برضه زيت أهو زي ما أنتم شايفين، هاسويها بالزيت عشان وشها يحمر كويس. هي كده تعتبر خلصت معايا، أنا بس هارُش رشة بقسماط عليها برضه من على الوش، هتدّي طعم خرافي والله يعني عارفين يعني هتشوفي شكلها كده كإنها بسبوسة. نضّفي بقى الحروف بتاعتِك كده عشان أمّا تدخّليها الفرن وتطلع تبقى زي الفل. جرّبي رشة البقسماط تحت في القعر وفي على الوش الصينية كده لمّا تخلّصيها تحفة. هادخّلها على فرن متوسط في الشبكة اللي في النُص على درجة حرارة 180 أو 170 أهي طلعت بسبوسة. شايفين وشّها محمِر إزاي وجميل؟ حلوة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنتم عارفينّي إن أنا يعني اللي متابعينّي من زمان عارفين إن أنا باحب أقطّع الحاجة وهي سخنة أطلّعها وهي سخنة، باحب آكل كل حاجة سخنة. هي المفروض إن هي تبرد شوية. إحنا بنحب ناكلها سخنة، يعني الأكل بيتاكل سخن يعني طعمه بيبان وهو سخن. أطلّع لكم حتّة بقى كده أهي، طبعًا عشان سخنة اتفرفتت، بس لو بردت بقى يعني شايفين هي متماسكة من جوّه أهي عشان في الصينية، لكن عشان أنا طلّعتها سخنة فما استحملتش يعني. جميلة وريحتها كانت تحفة، تحفة، تحفة والله، وطعمها يجنن، بجد يجنن، يجنن يعني، حلوة جدًا. يا رب تجربوها بطريقتي، وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة ينورنا ويشترك في قناتنا الصغيرة عشان نكبرها مع بعض، وما تنسوش كومنت حلو منكم بذكر الله إن شاء الله كده، ودعواتكم بقى لو جربتوها كده وعجبتكم اذكروني بدعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.